بسم الله الرحمن الرحيم. فتحت البداية والنهاية لابن كثير إذا به ينقل في زمن عمر بن الخطاب من رواية سيف بن عمر. سيف بن عمر قال ابن حجر رحمه الله في التقريب: ضعيف في الحديث عمدة في التاريخ. عمدة في التاريخ يعني يؤخذ منه المرويات التاريخية والوقائع، الأحداث التي حصلت للصحابة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعث سرية أميرها عبد الرحمن بن ربيعة الأسلمي إلى ملك الترك تركستان، فوصلت السرية إلى بلاد الترك، وفعلا استطاع عبد الرحمن أن يوصل رسالة الإسلام إلى ملك تركستان التي اليوم الصين تعذب أهلها اليوم. هؤلاء مسلمون منذ زمن عمر أو من زمن عثمان رضي الله عنه، من زمن خلفاء الأربعة، هؤلاء قد دخلهم الإسلام أو وصلت إليهم رسالة الإسلام منذ زمن عمر بن الخطاب، وثم جاء عثمان بعده. وكانت هذه الحادثة تقريبا في أواخر تاريخ عمر رضي الله عنه، في أواخر حياة عمر تقريبا، لأنه توفي رضي الله عنه وعبد الرحمن بن ربيعة هناك مع سريته هناك، لبثوا مدة طويلة. ولكنهم سبحان الله تعجب أمراء الأمصار والحرس الذين هم على حدود المناطق التي تصل إلى قبل تركستان، التي توصل إلى تركستان، يعني تعجبوا كيف استطاع هؤلاء أن يصلوا إلى الترك إلى الملك، ونحن لا نستطيع إلا أن نصل إليه إلا بشق الأنفس بالصعوبة بواسطة. يمكن إذا واحد من قال هؤلاء إما أنهم ملائكة أو أنهم بشر، أنا سأختبرهم. فلما رجع عبد الرحمن بن ربيعة اختبأ خلف الأشجار أحد فرسان تلك المناطق وأحد رماتها، فرماه بسهم فأصيب عبد الرحمن بن ربيعة وتوفي شهيدا. وحصلت مقاتلة بينهم، وأعلن الجنود أن المسلمين أن لسنا قصدنا أن نقاتلكم، ولكن قصدنا أن نختبر أمركم، فتبين أنكم بشر، ولكن ما وصلت إلى تلك المنطقة إلى الملك إلا لأن هذا الرجل فيه كرامة عند الله سبحانه وتعالى، عند ربه. يقول ابن كثير، سأكمل بعد قليل.